هذا الباسبور، هذا الباسبور الذي حملناه لسنوات وجعلنا كالمصلوبين بلا نبوة، هذا الجواز الذي حملناه في جيوبنا كوصمة وأغلق في وجهه العالم أكثر مما فتح، هذا الجواز اليوم يتعافى. جواز السفر السوري الذي كان وثيقة منفى سيغدو شيئا فشيئا جوازا محترما معترفا به، ليس ورقة عبور فقط بل شهادة ميلاد لزمن جديد. وهذا أهم ما حدث حتى اليوم على الإطلاق، أهم ما حدث. لماذا؟ لأن هذا الباسبور هو مرآة لما نبنيه في الداخل، وهو انعكاس لكرامة وطن، لثقة الشعب، ولسيادة قرار. ومع بدء هذا المسار ينتهي تماما ومرة واحدة زمن الثورة، لا لأننا خناها بل لأننا تجاوزناها، طويت صفحتها وبدأت صفحة البناء. هذا ما قاله الرئيس الشرع. سوريا اليوم لا تحتاج إلى من يرفع الشعارات بل إلى من يرفع الطوب، لا إلى قصائد بل إلى مشاريع، لا إلى ضجيج بل إلى تصميم. ومن يبني اليوم؟ الجميع. الجميع. وفروا عليكم التعب، ما عاد هنالك مؤيد ومعارض، ما عاد هنالك مع وضد. اختلفت مع فلان أو اتفقت، لا بأس، هو ابن الوطن، له ما لنا وعليه ما علينا. قد يكون رماديا بالأمس لكنه قد يكون وزيرا رائعا في الغد. في البناء لا يسأل عن اللون بل عن الجدارة. عموما آن الأوان لنقولها بالفم الملآن: ما كل من حمل السلاح حلم بوطن حر، وما كل من صمت كان شريكا في المقتلة. اليوم نحن سوريون. زمن الذباب والصراخ من خلف الشاشات انتهى. انتهى وقت القابعين في الظل. وفروا وقتكم أصحاب ثقافة اللا شيء ولا وجه ولا مسؤولية، ومن ثم فأفصحوا عن وجوهكم إن كانت لكم وجوه، تحدثوا كرجال لك أشباح. ما زلتم تشهرون هنا وتحرضون هناك، تطاردون الرموز كأنهم أعداؤكم. حتى قيصر ويحيى العريضي وجمال سليمان ووفا مصطفى لم يسلم اسم منكم. عموما البناء له رجاله، له وقته وله لغته. واليوم انتهت الثورة وبدأ عهد العمل على هذا الباسبور.